يا رجاله عاملين ايه؟ كله لسه عارفين يا جماعه انا ايه اكتر حاجه بكرهها في حياتي؟ عمرو دي النصايح، لان انا ضد مبدا النصايح نفسه، لان انت بين كل 1000 نصيحه مثلا في واحده بس حقيقيه، الباقي كله بيبقى يا اما حد بيقول لك حاجه بديهيه فشخ، يا اما حد بيحاول يثبت لنفسه حاجه، بيحاول يوري نفسه ان هو احسن منك، ان هو قادر ان هو ينصحك ويخليك احسن. قليل قوي لما بيبقى في حد عايز يوجهك ويفيدك، وده غالبا بيبقى ابوك، يعني لو في حاله ان ابوك بني ادم مش مجرد مراهق اتجوز وشعره خف من هنا فبقى اب. المهم يعني ان النصايح ده شيء قليل جدا، وده كمان في الحياه الحقيقيه، يعني احنا في الحياه الحقيقيه هي قليله جدا، فتخيل بقى النصايح دي على النت، على السوشيال ميديا قدام الناس كلها بقى الريتش والفولورز والشهرة. بس هي السوشيال ميديا اكتر مكان بياكل فيها الكلام ده. الناس بتحب قوي لما حد يطلع يحسسهم ان هو بيفيدهم، ان هو بيقول لهم حاجه هادفه، بيقول لهم حاجه مهمه، حد يطلع كده يكلمك يقول لك حاجه حصريه فشخ، حاجه محدش يعرفها. يا جماعه المخدرات مضره، لازم تحترم امك، لازم ما ينفعش امك تبقى بتصلي وتروح تاخدها اركيو، لا احترم امك. الناس بقى ايه بقى تقعد بقى ايه تمصمص شفايفها تقول بص والله العظيم، يعني مع انها حاجه عبيطه واحنا عارفينها، بس احسن من اللي بيعمل حاجات تافهه، او ده على الاقل بيقول حاجه مفيده. بس هو عامه لا، يعني الحاجات التافهه احسن بكتير، يعني اللي بيعمل حاجه تافهه احسن من اللي بيطلع يقول لك نصيحه بديهيه. المشكله ان الحوارات دي هم بيستغلوها من ايام مثلا عيد ميلاد صلاح عبد الله الاول. الافلام مثلا بتتعمل بيفضل البطل بتاعها يحرق ويسرق وفي الاخر بس يروح جاي قايل لك نصيحه حتى ببقه ما بيمثلهاش، يروح جاي في اخر الفيلم راح قايل لك جمله فيها حكمه، خلاص كده ده فيلم هادف بيناقش رساله تمام. حتى بقى لما الدنيا اتطورت شويه مثلا من 2016 كده بدا يبقى في بقى الانفلونسرز اللي احنا نعرفهم بقى، علي غزلان ومحمد فرج والشباب بقى اليوتيوبرز شادي سرور وليدو. مصر كلها عملت فيديو كما تدين تدان، مصر كلها كل شويه حد يطلع انفلونسر يا جماعه كما تدين تدان، مش تبقوا فاهمين. كان كل شويه واحد بيجيب واحد صاحبه يقعده جنبه في العربيه ويخليه يعاكس اي واحده معديه يقول له اعتبرها زي اختك. كل مره بتجيب، يعني كل مره الناس بتتاثر، كل يوم بينزل فيديو في عربيه حد بيقول لحد كما تدين تدان، والناس كل مره بتعمل له شير وبتتاثر، تحس يا ده فعلا كما تدين تدان. سبحان الله. انا مش مشكلتي بقى في كل ده، انا مش مشكلتي في اي حاجه عامه، ما عنديش اي مشكله، بس انا لقيت الايام ديت في ناس بتعمل نوعيه النصايح دي. عارف النصايح اللي هي بتاعت ما تبينيش وشك في يعني لقيت شباب بيطلعوا يقولوا النصايح والحاجات اللي هي مش نصيحه، مش حتى مش ناس مش محتاجه تفتكرها، فاهم؟ لانها خلاص حاجات اساسيه في حياتك، اللي انت ما ينفعش تدي امك بالكرسي على دماغك. انت لو بتدي امك ومش فاهم ان ده غلط، دي مشكله اكبر بكتير من النصيحه. فانا جمعت شويه فيديوهات للشباب الواعيه اللي بتحب تنشر الوعي ديت، ولازم اوريها لك بالطريقه دي. ما تقعدش تقول لي فيديو رياكت ومش فيديو، امال هوريها لك ازاي؟ ما انت ناس ما تعرفهمش، لازم اوريهم لك. مش كل ما اجي اجيب فيديوهات انت بتعمل فيديو رياكت، امال قاعد احكي لك، يعني احكي لك الفيديو قبل ما اتكلم عنه، ما لازم اوريه لك يا ابني. امال لو ناس تعرفهم مش هوريهم لك، لكن دول ناس ما حدش يعرفهم. انا مش عارف ليه بتعامل مع الفيديو رياكت ان هو وصمه عار، يعني عادي انا بعمل فيديو رياكت. يا عم انت اشتريتني كورتيزون ده حضرتك تكتبه. رد على البنت اللي هي بتاعت السوق الشرقي اللي فاتحاها جمعيه، من قلبك الدنيا ميكروباص والدنيا معاها السالكه، فربنا يساعدك. رد بقى. الشاب دوت بيظهر لي دايما، لان هو الشاب دوت مش النوع اللي بينصحك، هو بيقاريك في الصح، بيقاريك في افهم الجمله، افهم الكلام، بص طريقه الكلام. رد على البنت اللي هي بتاعت السوق الشرقي اللي فاتحاها جمعيه، بص ده طالع بالفوطه، فاهم؟ البنت اللي فاتحاها جمعيه، الدنيا ميكروباص والدنيا معاها السالكه، الدنيا معاها سالكه، فاهم؟ الدنيا طيبه معاه. ده كده ما بينصحكش، ده كده بيقاريك في الصح. لازم تفرق بين ده وده، افهم اللغه عشان تبقى فاهم هو بيتكلم في ايه دلوقتي. ده ما بينصحكش، دي مش نصيحه عاديه. شاب انت مش ذوقنا حبيبه قلبي، انا كراجل انا مش ذوق. ليه؟ لان احنا فلاحين يا حبيبه قلبي، عينيهم مليانه بحاجه واحده بس. فلاحين يا حبيبه قلبي بيحبوا يشوفوا دايما الحاجه المستخبيه المتقفله عليها، مش الحاجه اللي بيبقى عليها لما وكتر يا حبيبه قلبي. بص الفلاحين بيحبوا الحاجه المستخبيه، بيحبوا يمسكوا الحاجه المستخبيه كده يفتحوها هم يشوفوها. وانا ليه اشتري لحمه اما انا كل يوم بمسكها وبشوفها؟ السوق الشرقي برضو، التاني برضو كان كاتب السوق الشرقي حاليا معضله كبيره يعني على التيك توك. السوق الشرقي ده حوار دلوقتي. وانا ليه اشتري لحمه اما انا كل يوم بمسكها وبشوفها؟ عشان تاكلها بقى، عشان تدوقها، يعني انت خلاص مسكتها وشفتها، اكيد محتاج تاكل بقى. كل يوم بمسكها وبشوفها، وهنا انا مش بتكلم عن اللحمه، وانتوا فاهمين انا بتكلم على ايه؟ ايه ده انت مش بتتكلم على اللحمه بجد؟ هو بيرمي على حاجه تانية مش اللحمه. يا لهوي على الصياعه. فاكرك بتتكلم على اللحمه في الاول، بصراحه مش فاكرك بتتكلم على اللحمه، الادم ما بتتكلمش على اللحمه. الواد ده عميق سيكا، بس لو اتفهم هيعدي. ايه؟ انا بتكلم عن البنات بتاعت السوق الشرقي والهبل اللي الواحد بقى بيشوفه. رحت هناك مره واحده بس، وقسما بالله حلفت ما اروح هناك. ايه اللي وداك بقى؟ يعني ليه رحت السوق الشرقي؟ ليه يا اسطى؟ اصل انا رحت برضه، بس انا عايز اعرف انت رحت ليه؟ ايه نفس السبب يعني رحت عشان حلفت ما اروح هناك تاني. المهم يا جماعه، وبص مبسوط قوي ان هو راح هناك وبيقول لك والله ما راح هناك. انت شكلك بتصور الفيديو ده هناك اصلا. تبقيش رخيصه. هنا كشباب عطينا وعملنا كل اللي احنا عايزينه. فاهمك قوي بصراحه، بس انت اكيد عشان تعمل ده كنت محتاج بنت
يعني غالبا رحت جبت واحده من السوق الشرقي. احنا عايزين في الاخر ايه؟ واحده محترمه نحطها في بيتنا. هيقعد يلف وفي الاخر مش هيختار غير اللي ينفع تبقى ام العيال، اللي هي كانت بتنزل السوق الشرقي مع واحد تاني. وانا بس بتخيل البنت اللي هو عامل معاها كده وهي بتتفرج على الفيديو ده دخلت السوق الشرقي عشان اشتري حلويات غاليه، لقيت كل اللي جوه رخيص وملموم عليه دبان. وهنا انا مش قصدي على الحلويات خالص. ايه ده؟ انت مش قصدك على الحلويات؟ انت قصدك انت كده بتقول الحلويات دي بتلمح لحاجه تانية. انا فهمت بصراحه. يفتح ابو لهب. انا فهمت. عارف انت البوست اللي على الفيسبوك ده اللي في الاخر بيتكتب وانا هنا مش بتكلم عن مش عارف ايه. عارف انت العيال دي بقى بتعملها في فيديو. هي غاليه في نظر الواحد، مفيش كل حاجه جوه رخيصه. انا عايز اعرف بس انت ايه حوار التيشيرت اللي انت بتحطه على كتفك ده؟ ليه مش لابسه؟ يعني ليه قلع التيشيرت وحطه كده؟ ده يدل على ايه يعني؟ دخلت السوق الشرقي عشان اشتري حلويات غاليه. يا اسطى انت حكايتك حكايه. كل حاجه جوه رخيصه. الحاجه الرخيصه بيبقى عليها زحمه. الحاجه الرخيصه بيبقى عليها زحمه. انا عايز اسمع الزحمه تاني. الحاجه الرخيصه بيبقى عليها زحمه. اللي هو انتوا فين يا رجال؟ عايز بس اي عيل من دول يجي يمسك كده اجنه وشاكوش ويفحت في جدار. ده بقى بص، الوسامه، العينين الملونه، الاضاءه اللي مخليها شفايف حمراء، والفلتر، وبس رجوله فوق كل ده بيكسر حيطه، يهد حيطه. سيبها انت بقى مع نفسك. مش هيتجوزك اقسم بالله. هو ليه السوق الشرقي ده مكان اكبر بنت فيه اواد عندهم 16 17 سنه، اكبر مكان. وفي بقى منه كتير فشخ، يعني في اماكن كتير قوي اسوأ من كده بكتير. بس هو المكان ده مؤخرا فلح، بلاش الكلمه دي عشان المكان ده مؤخرا بقى مش احسن حاجه، بقى مكان جربوع يعني. فلما العيال دي راحوا لقوا عالم هم ما شافوش قبل كده، هم ما عرفوش ان في اسوأ منه بكتير يعني. مش هيتجوزك اقسم بالله ما هيتجوزك بعد ما مسك ايديكي، مش هيتجوزك يا اسطى. طب يعني ليه بتحلف؟ ليه ممكن يتجوزها؟ يا عم قدر هو راجل ديوس يا عم، عايز يتجوزها. بعد ما كنت بتصطبحي معاه مش هيتجوزك، بعد ما كنت بتسهري معاه 24 ساعه مش هيتجوزك. يا اسطى هو انت ليه مبسوط قوي ان هو مش هيتجوزها كده؟ ايه السعاده دي؟ شكلك انت اللي عايز تتجوزها. شبابنا كده، شباب الجيل ده دلوقتي كده، عايز يعط وعايز يبوس وعايز يقفش وعايز يعمل كل الكلام. انت ليه يا اسطى مبسوط فشخ؟ طب انت تمام، شكلك مبسوط من الموضوع ده، انت شكلك راضي عنه يا اسطى. هو انت يعني باين عليك يعني الراجل برضه زي اللي فات بالظبط، نفس الاضاءه ونفس العين الملونه والشفايف الحمراء والدنيا حلوه. الدنيا معاه السالكه فربنا يساعد. يعني باين عليك انك راجل ياما شفت وياما عرفت وياما قطعت انت يعني راجل قارح زيك. متضايق ليه من الموضوع ده؟ انت المفروض تشجع على الرذيله يعني. بص بنت القلب الابيض بتقول له هو فين السوق الشرقي ده؟ فهو لها الرحاب، بيعرفها العنوان، بيعرفها عشان لما تروح هناك عشان محدش يتجوزها، بيعرفها الطريق. يعني انت مسكت نفسك مره ومسكت نفسك بتعد الايام ليه؟ ما تعدش، هتسترجل وتحط طموح قدام. انزل الجيم والعب واتمرن. ايه السبب اللي يخليك تعمل الحاجه دي؟ هو انا بعمل ايه؟ مسكت نفسي عن ايه اصلا؟ استنى يا اسطى معلش. الفيديو ده للشباب بس، البنات ما تتفرجش. البنات ما تتفرجش. روحوا هاتوا حاجه وتعالوا، محدش يتفرج. البنات للكبار فقط. انزل الجيم والعب واتمرن. ايه السبب اللي يخليك تعمل الحاجه دي؟ مش البنات اي حاجه. مش فاهمك بصراحه، مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. شلت كل الذنوب اللي عليك، فكك من الهري اللي هي دي الذنوب يا اسطى اللي عليك؟ ايه شغل حسام انتيكا ده يا اسطى؟ حسام انتيكا برضه بيروح يشيل الاكتئاب من على شعره تقريبا. يعني انت حل الاكتئاب نفس حل الذنوب بالنسبه لك. لاحظت ان مؤخرا بقى حلقات الشعر اقرع، دي حل حاجات كتير قوي. انا حلقت ساعه العسكريه وما حصلش حاجه يعني. كنت مكتئب برضه، كنت بعمل ايه؟ فاكر لما قلت لي مش هسيبك؟ فاكر لما قلت لي هتحدى العالم كله عشانك؟ فاكر لما قلت لي يا اسطى ايه يا عم الشفايف دي يا عم؟ ممكن ابيع اي حد مقابل ان اشتريك؟ فاكر لما كنت مش طفل؟ فاكره، هي مش فاكره يا اسطى. هي دلوقتي مع حد تاني، مش فاكرك اصلا. الفيديو ده مش هيوصل لها، ما عندهاش تيك توك. لما تحدينا العالم مع بعض ده في تسريحه شعر واحد عامله. انا مش عايز اتريق على شعر حد عشان شعري معفن اول فتره دي. والله العظيم علاقتك مع البت اللي انت بتكلمها حرام، وانت علاقتك مع الواد اللي بتكلميه حرام، خروجاتكم مع بعض. هو الواد ده عايز يعمل كل حاجه لوحده؟ انت عايز يا اسطى تصاحب وتنط وتعمل كل حاجه لوحدك؟ انت غريب فشخ يا اسطى. هو لو حرام خلاص ما تعملوش. طيب انا هنا مش بتكلم عن النصيحه اللي هو بيقولها، يعني هل هي حرام ولا حلال؟ لا ماشي هي حرام، بس هو بيفتخر بيها من فيديوهين بالظبط. يعني هو من فيديوهين مبسوط قوي ان هو بيعمل الشيء ده، ودلوقتي بيقول ان هو حرام. فاهم؟ حرام تهروا مع بعض وتنزلوا تخرجوا مع بعض انكم تتحدوا الدنيا حلال يعني. فاكر لما تحدينا العالم مع بعض؟ والله العظيم علاقتك مع البت اللي انت بتكلمها حرام. ساعة الجنس انت بتقلعها وهي بتقلعك، بعد ما بتحصل علاقة انت بتلبس لوحدك وهي بتلبس لوحدها. فالنصيحة في ايه بقى؟ ان محدش هيساعدك الا لما يكون عايز
فهمت؟ يا ابني هو انت مش لسه كنت بتقول حرام يا ابني؟ وبعدين كمل الشتيمه كملها، ما تقلدنيش، انا اللي بعمل كده. بص واحده كاتبه له سلمتها وخلص. لا عايش عايش، ابعت لي خاطر لو حابه توبي ولا حاجه. تمل الدين ابوكوا ايه؟ اهدى بس اهدى استغفر الله العظيم، انت بتسب لي الدين؟ عبيط يا ابني ولا ايه؟ عم اقسم بالله العظيم انا ما شيخ. اكيد مش، انت لسه سابب لي الدين من ثانيه، اكيد مش شيخ. انا طالع انصحك واستشيخ فيها، ربنا اللي يعلم كلنا جوانا ايه. انت بالذات ربنا يعلم، وانت عرفت الناس كلها عامه. انت فيديوهاتك خلاص وضحت انت جواك ايه يعني. بس انا واحد عديت بكل الكلام ده، واحد حبيته واتجرحت، واحد وفيت لاصحابي واتخنت، واحد نطيت وجاي بقى بعد ما خدت التجربه كامله بقى تقول لنا الكلمتين بقى. يا جماعه انا حاسس ان ده اكتر فيديو محرج بعمله في حياتي. كلمة سيبها تلبس لسه صغيرة دي طلعت جيل من اللي الدياسة. اهدى بس اهدى. هو ليه في كل بدايه فيديو بيزعق؟ كلمة سيبها تلبس لسه صغيرة. بس ان هو محروق قوي، هو متضايق قوي على الشباب، على شباب العرب، على شباب المسلمين، متضايق قوي. وتيجي واحده تقول لك اصل انا ولادي ما اقدرش ان انا احرمهم من حاجه فهم بيحبوها فهجيبها لهم، ويجي راجل جدع اللي ما يتسماش راجل جدع ماشي في الشارع بيشربها قدام الناس كلها. انت شاريها، ما انت شاريها يا حبيبي، هي معاك في البيت دلوقتي، انت جايبها منين طيب؟ انت المفروض ما تدفعش فلوس فيها. واعرف ناس قسما بالله بتطلع تعمل فيديوهاتهم هقول لك مقاطعه ومش مقاطعه وتلاقي بره الفيديو بيتفحم. يلا كمان هشرب بيبسي عشان ابلع. لا يا شباب مفيش مصري يشرب بيبسي خالص. دي بنوته اتكلمت معايا وهي بتعيط، بنتي دي صغننه مش هينفع اقول سنها كله. رجوله يا اسطى، رجوله. انت طبعا بتعتني بالبنات الصغيرين. ده لو ليك اخت تسيبها تستشيره عادي، ده البيست، ده الوحيد اللي تقبله بيست فريند. هينصحها، هيقريها على الصح زي ما بيقريك. لا بنتي افهمي انا بكلمك زي اخ كبير، انت ما تامنيش لحد غير انا بس. امي المفتريه اقسم بالله لما تضرب ضناها بقلب الحزام. بقلب الحزام؟ يعني ايه بقلب الحزام؟ معلش تيجي على ضناها وتكسر بخاطرها في كل خطوه. انت طيب قوي يا اسطى، انت طيب قوي. انا متخيل البنت الصغيره اللي هي جات لك قالت لك انا ماما بتضربني وانت احتويتها يا اسطى، مع انك عارف ربنا وما بتكلمش بنات، بس انت اتكلمت دي عشان بس تحتويها، عشان البنت ما تروحش لحد غريب يبقى مش كويس ولا حاجه. ما كنتش عايز اقول ان انا هقوله دلوقتي ده، بس لازم اقول النقطه دي عشان الشباب تفوق. جه عليا فتره والله العظيم ربنا يشهد كتر ما انا كنت بعمل الحاجه دي بقيت دلوقتي حرفيا مش مستنضف نفسي. وانت كنت بتعمل ايه يا اسطى؟ معلش حوار ان هو دوت اللي يبقى يعني تسيبه يبقى تنصح اختك عادي، لا انا بسحب الحوار ده، اوعى تعمل كده عشان ده واضح ان هو متعذب يعني، واضح ان هو الحوار مؤثر على نفسيته جامد يعني، واضح ان هو عانى في حياته بسبب مشكله انا مش عارف احددها. مكسوف من اللي انا كنت بعمله، كنت ما انا كنت بعمل الحاجه دي وعد الله اقسم بالله العظيم كان بيجي عليا وقت من كتر الوجع كنت اخبط دماغي في قلب الحيطه كده. بص انا مش بينفع، انا والله بجد مش قصدي ان انا اقلل معاناه حد او مشكله حد، بس هل طبيعي ان الواحد بيتناول المشكله دي بالطريقه دي؟ يعني هل الناس كلها بتندم بالطريقه دي؟ وبعدين يعني انت لو متضايق بطل الشيء اللي مضايقك، يعني بطله وخلاص. لكن انت ليه بتعيط على التيك توك وبعدين انت ظابط الاضاءه وعامل الفلتر والدنيا حلوه وطالع تعيط وتعرف الناس انت كنت بتعمل حاجه زي انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه مبدئيا، ممكن يكون بيشرب زي في راجل مستشار مركب مراته وولد وبنت. ده بيج فانز الشيخ عبد الغني. الشيخ عبد الغني دوت واضح ان هو في حته ريف قوي، والاماكن ديت هم اصلا بيعملوا اعمال لبعض في طيار الكلاب وحاجات كده يعني، تبقى ماده خصبه قوي للشيوخ اللي هم لا يفقهوا شيء في الدين، وبيطلع يحكي لك قصه واحد كان عنده سرطان بروستات. اتفرج على فيديو للدكتور جوده وهو بيقول لك اوعى تشرب ميه ساقعه، بطل ميه اسبوع السرطان اختفى. هو الراجل ده بقى بيحكي قصص من النوعيه دي، يقول لك معجزه حصلت، المعجزه دي مفيش حد يعرفها، مفيش حد شافها، لو حصلت العالم هيتقلب، هو بالذات اللي عرفها. وفي ناس بتقول لك يا عم الراجل غرضه ايه خير، فعادي بقى ان هو يطلع يكذب ويقول قصص مش حقيقيه وحاجات عبيطه تخلي الناس تضحك عليها، وطبعا ما ينفعش تعترض. في راجل مستشار راجل مستشار بالعربيه بالليل في اسكندريه اسكندريه وايه يا اسطى؟ اسكندريه وايه؟ وبنته راكبين العربيه بالليل في اسكندريه عربيه في اسكندريه افتكر الميمز بتاعت اسكندريه وماشيين مروحين على الكورنيش نيجي بياع ترمس بتاع الشاي ده، وقف العربيه ونادى على الراجل هات لنا 4 قراطيس. اخلص عشان في فيديوهات غيرك. انا والمدام والواد والبنت القرطاس كان بنص جنيه، راح طلع 5 جنيه عطاها الراجل المسكين، فالراجل طلع له 3 جنيه قال له لا يا عم الحاج دي مني انا ليك. قال والله انت وشك سمح وحياة سيدنا النبي انت هتروح تحج السنه دي. قلت له الناس دول هم يا اخي امال يعني 3 جنيه اوديك الحج، امال عطينا 30 اودينا فين؟ ديك الساحل اللي تروح الحج والسنه دي
طب احنا النهارده 2 في ذي الحجه، ها قاعدين 7 ايام على عرفه. وانا فهمت تقريبا هو بيضحك ليه، عشان هو دلوقتي بيقول حاجه كوميديه، هو الناس مش فاهماها. على عرفه. طب يا مسكين وسعها شويه. التليفون ضرب. الو سياده المستشار، تجيب لنا الجواز غدا ان شاء الله عشان تاشيره. تم اختيارك من قبل الوزاره ان تذهب مع وفد الحج لهذا العام. هو الأح تذهب مع وفد الحج لهذا العام. تذهب لوفد الحج. يا عم الحاج انت راجل مبروك، ده انت راجل واصل. طب يا عم خليها على الله، احنا دعونا لك وكانت ليله القدر. روح يا عمي بس. ليله القدر دعينا لك يوم 2 الحجه، ليله القدر يوم عاشوراء، طبعا طبيعي جدا ليله القدر دي 2 ذو الحجه. الراجل ده عرفنا سرب استغفر الله العظيم اللي بقوله. ليله القدر يا جماعه مش في اخر رمضان ولا اي حاجه، ليله القدر في 2 ذو الحجه زي ما الراجل ده بيقول كده. راجل جابوه من اسوان، عنده كم فقره في الانزلاق. بص المزيكا ده البروديوسر بتاع دكتور حسام موافي، هو اللي شغله في الفيديوهات دي. عنده كم فقره في الانزلاق الغضروفي، ودخلوا به على طبيب من اكابر الاطباء المتخصصين في. طبعا مع الجوش في عندكم ست كبيره عندها 90 سنه ضربته على طول، بقيه الفقرات وقعت، ما بقاش فاضي غير الانزلاق الغضروفي. يكلفك على الاقل 40,000 جنيه. طب حلو. قال له طب انا راجل على الله، والله ما تقول 40 جنيه. والله لو قلت له 40 جنيه من الانزلاق الغضروفي. ما دام ما معاكش يبقى ما يلزمكش. قال له خلاص يا عم يتولى ربنا يا اخي. تعال يا واد، شيلوني روحوني، ده الموت ارحم من البشريه دي. امال متعلمين كيف؟ يا اسطى معلش رجع، معلش انا عايز اشوف حاجه بس. انت عملت ايه دلوقتي؟ متعلمين كيف؟ هو ازاي قال كيف وهو مطلع لسانه؟ غريبه قوي. امال متعلمين كيف؟ ازاي عملها؟ يا ابن اللعيبه جامده قوي، جامده قوي والله العظيم. امال متعلمين كيف؟ بقيتوا اهل طمع وجشع. وهم ماسكين على السلم، عيل من العيال رجل راحت متزحلقه، راح واقعين، ابوهم راح واقع على السلم. في الوقعه استقام العمود الفقري باذن الله. بص هو قال باذن الله في الاخر، لما قال باذن الله في الاخر اعترض بقى يا ابني. عايز اقول ان انا القصه اللي انا حكيتها اللي انا كنت بتريق بيها، اللي هي بتاعت ان في واحده ضربته فظبط منطقيه اكتر بكتير. الزحلق على السلم ده، عارف الافلام اللي هو واحد بيفقد الذاكره فهو يروح واقع على السلم في اخر الفيلم فذاكرته ترجع له. الفقري باذن الله. بص هو دلوقتي بيضحك عشان شاف الناس مصدقين، شاف الناس منبهرين فبيضحك. لو ايه ده، هو الكلام ظبط معاهم يا جماعه. انا عايز اقول ان الحاجات دي حرام، انا عايز اقول ان ده شيء حرام، حتى لو هو قصده خير حرام انه يقول كده، لان دي حاجه بتخلي الناس تشوفنا اغبياء، تخلي الناس تشوفنا متخلفين بجد. يعني مفيش واحد ملحد هيشوف واحد بيحكي ان في واحد بدل ما يعمل عمليه رايح على السلم وعامل باك فليب راح نازل ظهره اتظبط، هيقول امنت بالله. هذه امراه ابرك من 1000، وهناك 1000 لا يساوون خف. 1000 بخف وامرأة ب1000. إذا امرأة بخف، صح؟ يعني إيه خف أصلا؟ امرأة زانية تحترف زنا مومس. يا جماعة دي شتيمة ولا ده مصطلح عادي؟ أصل أنا الكلمة دي بالنسبة لي شتيمة، فمعرفش هل لو في شخص بيخطب في مسجد ممكن يقول لفظ زي ده عادي؟ معرفش. جاي اقول لك هي عملتها وماتت. بنت دخلت بيتنا على الانستجرام بتقول لي اختي دخلت في مره وقفلت على نفسها، قعدنا نخبط محدش بيرد، في الاخر كسرنا الباب دخلنا، ربنا يرحمها. قالت لي كانت بتعمل حاجه، طبعا انا مش هينفع اوضح للاسف. استنى بس قبل ما تتعصب، دي قصة برضو ليه مش عارف ليه بسمعها دايما، يعني حتى كان في أفلام قصيرة كتير زمان على الحوار ده، إن في ناس بتروح داخلين يشوفوا حاجة زي كده ويموتوا وهم بيشوفوها. القصة دي القصة دي ما حصلتش خالص قبل كده، بس أنا مش عارف دي نفس فكرة الشيخ برضو بيروح قايل لك، أنا مش عايز أقول عليه شيخ أصلا عشان الكلمة دي كبيرة قوي عليه، يعني أنت مش لازم تحط قصة، يعني هو في حاجة غلط حرام بس نقطة، مش لازم تخترع قصة. بلاش النصيحة أو الخير اللي أنت عايز تعمله يخليك تعمل حاجة متخلفة، ما تعملش ده تاني. النصائح يا جماعة لما تبقى بتضحك بتبقى وحشة، بتروج للعكس بالظبط. الجيل بتاعنا المنيل غطسان فيه، ده للاسف الشباب غطسانه فيه. وقت الشاب لو كلم يا عم انت كنت لسه بتعيط عشان نفس الحاجه، فكك بقى خليك في نفسك. بطل انت بس وخليك بس، وروح هد حيطه ولا اعمل اي حاجه. مش ناوي تسترجل بقى وتمسك نفسك شويه وحس ان انت راجل كده؟ لا مالكش دعوه، مش هتحس، مش عايز احسسك اصلا. انت بتعدي شهر والدنيا معاك تمام، ليه بترجع تخيب تاني وبتبقى عيل صغير مات؟ يا عم انا ما برجعش اخيب يا عم، انا تمام، انا الحمد لله كويس. انت بس انت جو لاين دي، انا كل ما اجي اتكلم معاك بجد في حاجه بتبهرني فيك، رجوله وسامه كل حاجه كده. ازاي البنات كلها ما بتجيش تشتكي لك؟ راجل يالا بتبقى كلمته مش عايز تبطل القرف اللي انت بتهببه. يا ابني هو انت محتواك كله على الحوار ده؟ يا اسطى الحوار ده عامل لك مشكله بالطريقه دي انت بس، انت وكم واحد تاني،
في واحد كاتب له لابس سلسله، ده كومنت منطقي فشخ، اللي هو قلع السلسله بس واسترجل كده وتعالى نصيحني بقى بالرجول. مفيش راجل بيلبس سلسله. هفلح بقى. انا افتكرت والله قصه، مش عارف هل الوقت يسمح ان انا احكيها ولا فاكس؟ ماشي، لا فاكس. مش جابوا ليه؟ فاهم قصدي؟ انا قصدي عليها كويس. بقول لك ايه، ما بعملش كده. حرام والله صدقني، فكك بقى من شويه لا فكك. طالعين ستايل اليومين دول. ايوه انا عارف ان هو حرام، بس ما تكلمنيش كده، مالكش دعوه. واحد كتب له طب لو بلعب كوره يا ابني، اللعب الكوره ما يحلاش. انا بهزر، الشيء ده غلط مضر. ما اعرفش هو بيتكلم عن ايه اصلا، ما اعرفش، مش فاهم فهموني، مش فاهم. الابهات هم السبب في كل اللي احنا فيه. يا عم انت هو كله بيزعق؟ لا يا جماعه، هو كله طالع بيزعق لنا ليه؟ كله انت مين يا ابني؟ يا عم انا جاي اخطب بنت، قبضك كام في الشهر؟ بنتي عايزه عفش. قبضك كام في الشهر وعايزه عفش؟ ايه القرف ده؟ ممكن تبقى البنت عايزه تاكل وتشرب كمان بقى، وتشوف حاجات بقى الغريبه اللي البنات بتبقى عايزاها دي. انت ملحد يلا، انت كافر. انا كنت حاسس ان الموضوع هيوصل لكده. في واحد في الاول قرر ان انا بعمل حاجه، بعد كده دلوقتي بقى انت عامه ملحد من الاخر يعني، عشان ما نقعدش نهري. ما كدبتش لما قلت لك بحبك، وبرضه ما كدبتش لما قلت لك بكره تشوفي صورتي في عينيها. انا بعد ما قالت لي شوف لك كلب يا اسطى، هو انت مش لا ده ما بيتكلمش كده يا اسطى، اقسم بالله حرام. مش عارف اللي قالت لك، انت كنت بتكلمها ليه يا ابني؟ بتكلم حرام. والكلاب، تربيه الكلاب في البيت حرام يا اسطى. استرجل يا اسطى، خليك راجل بقى شويه يا اسطى. احنا كشباب عطينا وعملنا كل بس مش لدرجه ان احنا نربي كلاب. عدت صاحب قشطه، تتجوز واحده في الاخر غير اللي انت بقالك 4 سنين معاها عادي منطقيه، لكن تربي كلب كده وسخ. انا بس الفيديو عايز اقفل بيه لان انا لقيت عليه كومنتات حلوه قوي. بس انا واحد عديت بكل الكلام ده، واحد حبيته واتجرحت، واحد وفيت لاصحابي واتخنت اقسم بالله، واحد كنت بنزل زمايلي معايا الشغل كانوا بيتكلموا في ظهري عشان يمشوني من الشغل، واحد كنت بقف مع صحابي في كل الحكايات قسما بالله ما حد بيقف جنبي، برفع عليهم سماعه التليفون عايز ايه طيب؟ عايز ايه؟ كنت باخد من لبسي واديه لزمايلي. عايز ايه يا عم؟ زلتهم هم لازم يعملوا معاك كده يا ابني. انت حكيت كل حاجه عملتها معاهم، محدش يحكي يا جدعان على الحاجات اللي بتحصل بينه هو واصحابه على النت يا جماعه. كنت باخد من فلوسي واديها لزمايلي، كنت باخد من اكل انا واديه لزمايلي، كنت بفضل زمايلي عايز ايه؟ 5 سنين وفي الاخر اتخزوقت، اخر اتقال لي كل شيء اسمه ونصيب. متضايق ان كل شيء اسمه ونصيب، ولا كل شيء ايه يا اسطى استرجل يا اسطى، كل شيء اسمه. اتهان واتظلم. ده اللي عايز ايه يلا؟ واحد عاش في الشارع. ايوه يا عم، ايه شغل قصه مش مهم تسمعها دي، ما خلاص يا اسطى. عايز ايه طيب؟ انت طالع تحكي لنا عن بطولاتك بس يعني؟ بالله في ناس ما هتستحمل. اللي بينزلوا هنا وهنا وهنا وحاطين بتاعك جنبهم وعاملين احنا رجاله واحنا منهم واحد كده ينزل مكاني كده الشغل كده انت يا اسطى محدش يقدر يبقى مكانك يا اسطى. مين يقدر يبقى زيك يا اسطى؟ كلامك جميل جدا، ربنا يوفقك في حياتك يا صاحبي. امين يا رب. حبيبي شير الفيديو بقى، انت الله اكبر عليك يا حبيب اخوك، ربنا يفتحها عليك. امين يا رب. شير الفيديو بقى. شكرا يا جماعه على كل الكلام ده، بس اهم حاجه الشير، ما تنسوش الشير والاكسبلور. اي حد عامه تلاقيه همه الاول والاخير ان هو اللايكات والشير والكلام ده، ابدا بقى ركز في كلامه شويه، اعرف هو فعلا هل هو فعلا بيقول لك الحاجات دي ليك ولا هو بس عايز يلم شويه فيوز بقى وكده. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب الفيديو. انا صريح معاك، انا بديك فيديو تديني لايك كومنت. ماشي خلاص، انا مش صريح معاك خلاص. اعمل لايك وكومنت وسبسكرايب واعمل شير للفيديو، وقول لي نصيحه. انا يا جماعه عايز ناس تنصحني في الكومنتات، حاولوا تقولوا لي نصيحه جديده، حاولوا تقولوا لي حاجه انا ما اعرفهاش قشطه، او لا هتلاقي انتوا كده هتلاقوا ناس بتنصحني، لان انا ما اتريقش على الناس اللي بيحاولوا يعملوا خير. بس كده يا رجاله، الفيديو خلص، سلام. جه عليا فترة والله العظيم ربنا يشهد، كتر ما انا كنت بعمل فيديو رياكت بقيت دلوقتي حرفيا مش مستنضف نفسي، مش عارف ارفع عيني